صوت يا سادة وصوت وصوت الله يسلمك وصوت يا عبد الله يرحمه وثاث يا بنت الحلال وصوت الله يرحمه وثاث وصوت الله أمك لا جنة الله يرحمه أمك لا جنة الله يرحمه وصوت الله يرحمه الله يرحمه والله يجزيك ما في شك يا عزيز وغالي عزيز وغالي الحمد لله اللهم لك محمد الله امين يا رب شيوخنا يا رب وسلمان واخوانه امين يا رب والسعود والنايف وكل ابوه سلمان بن عبد العزيز يا رب يخليه لنا امين يا رب يطول اعمار شيوخنا كل ابوهم يا رب يا حبيبي اللي رب يردوك على الدنيا. حياتي كانت جدا يعني متعبة يعني فترة حج 3 سنوات في مكان منعزل كان جدا متعب يعني ما في أي مقياس. هل كانت عليك قيود؟ هل كانت فعلا كسجن أم كانت في بيوت شعبية مثل ما تداول؟ طبعا مثل ما تداول طبعا هي بيوت شعبية لأن أساسا ما فيها تطور يعني مو عذرا يعني الكلمة لكن الأماكن اللي كنت أنا يعني الأماكن اللي تواجدت فيها ما كان فيها تطور. ولكن ما كنت تروح والله انها قيود او بسلاسل او شيء مقابل هذا او تعذيب او شيء تهديد او تخويف؟ انا ما اقدر انا اخوض في المجال هذا لان على ما قال ان شاء الله الايام الجايه تكون في لقاءات وفي ان شاء الله مقابلات وان شاء الله حيكون الاجابه وافيه. التسجيلات كانت كلها تحت الضغط. نعم. طبعا انا اعتذر طبعا انا تسجيلاتي نزلت واللي ذا اعتذر لكل شخص يعني او كل انسان كان ساء مني او تحدث فيه بسوء او من هذا القبيل والشكر للجميع يعني من خادم الحرمين الى اصغر مواطن في هذه الدوله والله يحفظ الجميع ان شاء الله. كنت تقول انك فعلا انك تنفذ ما يطلب منك خاصه تسجيل او بيانات؟ طبعا ما اعتذرت على ما قال مع طلب الشاعر الله يجزيه خير.